السلام عليكم. كوتش عيسى مداني من الإذاعة الجزائرية. هل بدأ منتخب الجزائر فصلا جديدا نحو المجد العالمي؟ وهل يكون هذا التأهل بعد التعادل أمام منتخب النمسا هو نقطة التحول التي انتظرها الجميع؟ تصريحات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بعد المباراة أشعلت حماس الجماهير وحملت رسائل قوية قبل المواعيد الكبرى. فماذا قال مدرب محاربي الصحراء؟ وما هي طموحات الجزائر في الدور المقبل؟ ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك لكي تتوصل بكل جديد أخبار كرة القدم، ولا تنسى وضع لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. في أجواء حافلة بالإثارة والتوتر، نجح منتخب الجزائر في حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل بعد تعادل صعب أمام منتخب النمسا. ورغم أن المواجهة لم تكن سهلة، فإن اللاعبين أظهروا شخصية قوية وإصرارا كبيرا على تحقيق الهدف الأسمى، وهو العبور إلى الدور الموالي. وبعد صافرة النهاية، ظهر المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي وهو يبدو راضيا عن النتيجة، حيث أكد أن الأهم في هذه المرحلة لم يكن الفوز فقط، بل ضمان التأهل ومواصلة المسيرة في البطولة. وقال بيتكوفيتش: لقد كانت مباراة صعبة أمام منتخب قوي ومنظم، ولكنني فخور بما قدمه لاعبونا، أظهروا روحا قتالية كبيرة واستحقوا التأهل. وأضاف مدرب الجزائر أن الفريق ما زال يمتلك هامشا كبيرا للتطور، مشيرا إلى أن بعض الهفوات التكتيكية والفنية سيتم تصحيحها قبل المواجهة المقبلة. وقال أيضا: نحن سعيدون بالتأهل، لكن عملنا لم ينتهي بعد، ما زال أمامنا الكثير لنقدمه، وأؤمن بقدرة هذا الفريق على الذهاب بعيدا. هذه التصريحات أعطت الجماهير الجزائرية جرعة كبيرة من التفاؤل، خاصة أن المنتخب أظهر في المباريات الأخيرة تطورا ملحوظا على المستوى الجماعي والانضباط التكتيكي. ولم يخف بيتكوفيتش سعادته بالدعم الجماهيري الكبير الذي رافق المنتخب، حيث وجه شكرا خاصا للجماهير الجزائرية التي لم تتوقف عن مساندة اللاعبين. وقال: جماهيرنا رائعة ونشعر بدعمها في كل لحظة، هذا الدعم يعطينا طاقة إضافية ونتمنى أن نهديهم المزيد من الأفراح. وفي المقابل، أشاد المدرب بقوة منتخب النمسا، مؤكدا أنه فريق يمتلك جودة كبيرة، وأن التعادل أمامه ليس نتيجة سهلة، بل يعد خطوة مهمة في مشوار الجزائر. الآن يتطلع الجميع إلى ما سيقدمه محاربو الصحراء في الدور المقبل، خاصة أن الفريق يبدو أكثر تماسكا وثقة مما كان عليه في البداية. التأهل إلى الدور الموالي ليس سوى البداية، والجماهير الجزائرية تحلم بمشوار تاريخي يعيد المنتخب إلى واجهة كرة القدم العالمية. والآن السؤال الذي نتركه لكم: هل تعتقدون أن منتخب الجزائر قادر على مواصلة المفاجآت والذهاب بعيدا في هذه البطولة؟ أم أن التحديات الأصعب ما زالت تنتظر محاربي الصحراء؟